لسه حاصل معايا موقف في النادي عجيب شويتين. عندنا في النادي هنا في واحد من معارفنا، يعني اللي مع اعضاء النادي، معروف ان هو مصلحجي من الدرجه الاولى، لدرجه ان هو اول ما يشوفك لو عايز منك مصلحه ياخدك بالاحضان، ويعني الابتسامه من ودن للودن. واذا ما كانش عايز منك حاجه يعمل نفسه مش واخد باله منك، وهو ماشي ممكن ما يسلمش عليك عادي. اصطادني بقى وانا ماشي في النادي، لقيته بيقول لي يا اخويا حبيبي، وراح داخل بايسني وحاضني. ينفع يعني ابقى انا صديقي وحبيبي عمري نجم وبيطلع في التلفزيون وبيعمل مسلسلات واعلانات، وبنت عايزه تمثل وما تمثلش؟ قلت له يا عم الله يحفظك، ده هم كلهم يعني ما فيش كام مشهد في مسلسلين ثلاثه على كام اعلان، ما تنفخش اللي جابوني كده، اهدى عليا. ولقيته فجاه بيشبطني في بنته، اقعد بس معايا هتحكي لك، واحد سايبني وماشي، بس هكسف البنت ورحت قاعد معاه. يا بنتي وما ينفعش، والتمثيل ايه دلوقتي وانت صغيره؟ ركزي في الرياضه يا حبيبتي، ركزي في التعليم بتاعك، لما تخلصي ممكن تبقي تعملي الموضوع ده كهوايه. مشيت معاكي مشيت، بس انت متاكده انك تعرفي تمثلي؟ قلت يا عم انا ماليش حل في التمثيل، انا كل اصحابي بيقولوا لي لازم تبقي ممثله. وقعدت تديني حبه الرياكشنات كده، بقيتش فاهمها، كانها قاعده قدام السبك وهيكتشفها. لا المهم ايه، قلت اكبر بخاطر البنت، وانا قاعد مع البنت وزبيقي فوجئ لقيتها بتبص شمال كده على واحده، وهتراجع ايه مكشره، وبعدين ابتسمت تاني وبكمل كلام معايا. ايه يا بنت الجو ده؟ مفيش ثواني لقيت اللي كانت بتبص عليها دي جايه ومعاها صاحبتها بتسلم عليها، ازيك يا فلانه؟ وراحت البنت اول ما شافتها كأن هي اتفاجئت اول مره تاخد بالها منها. بقيت قاعد من جوايا بضحك، اهلا ازيك عامله ايه؟ وراحت قايمه وبيساها وحضنها ومش عارف ايه، وسنجفت البنت ومشيتها. اول ما قعدت قلت لها ايه يا حبيبتي، هو انت كنت بتبص لها ليه مكشره وما كنتش عايز تسلمي عليها؟ قالت لي انت خدت بالك يا عمو؟ قلت لها اه خدت بالي. قالت لي اصل بيني وبينك يعني البنت دي انا بستثقل دمها. قلت لها بس واضح ان هي كانت صاحبتك. قالت لي لا ده انا بس كنت بعمل فيها صاحبتها ايام ما كنت باخد عندها الدرس السنه اللي فاتت، بس السنه دي انا مع واحده تانية ودمها خفيف عليا. قلت لها وبرضه بتعمل معاها كده؟ قالت لي بقى انت عارف يا عم الدنيا مصالح. الكلمه خبطت في ودني، انا اتجننت. لا يا بنتي، بعد ما كنت عمال اقول لك بقى من جوايا بلاش تمثيل وركزي في المذاكره ومش عارف ايه، لا ده انت مثلي. بقت من جوايا والله بقول يا جماعه دي ممثله قديره، دي بتمثل على الدنيا كلها بما فيهم انا، وانا قاعد قدام لولا ان انا خدت بالي وفقستها. فعلا يا جماعه سلوكياتكم بتاثر على عيالكم، ما هم بيشوفوكم وقاعدين زي الرصيفه بيلقطوا كل تصرفاتكم، فالسلوك اللي مش سليم هو كمان بينضح عليهم وبيجودوا، بيطلعوا بعد كده مشوهين عقليا ونفسيا. يعني اهدوا يا جدعان، مش كده، ارجعوا لربنا وخليكوا كده ايه في سنه انسانيه جواكوا. لما تحب حد حبه بجد، لما تبقى عايز مصلحه من حد ايه المانع؟ قول له انا عايز منك مصلحه، قضاها ما قضاهاش خلاص، مش طالبه تمثيل على البشر. او البنت كانت قاعده قدامي كأن يعني ايه ست عجوزه، البنت غيرت رياكشنها 3 مرات في اقل من 3-4 ثواني. طب دي ما هو في يوم من الايام هيقع واحد غلبان لعيني ما يعرفهاش وهتمثل عليه جو معين وما شايفها ان هي مصلحجيه، وفي النهايه هيطلع من عندها اولاد ايه؟ هيطلع من عندها اولاد مشوهين لاقطين منها هي كمان ومجودين. ده كده هتبقى خربت. خلي بالكم من افعالكم علشان خاطر عيالكم. السلام عليكم، مسوا بالعافيه.